هلو. النهاردة هنعمل صينية فراخ في الفرن، بس هتعجبكم بجد قوي. معانا التوابل بتاعتنا عبارة عن فلفل، ملح، توابل فراخ، معانا حتة توم، ومعانا سمنة، ومعانا زيت، ومعانا طماطم وبصل. دلوقتي هناخد الطماطم والبصل وهنجيب الكبة بتاعتنا هنضربهم فيها، وبعد كده هنرجع لكم تاني. ودلوقتي بعد ما ضربنا الطماطم والبصل في الكبة هننزل بيهم على الفراخ. بس في خطوة مهمة جدا، اننا واحنا بنضرب البصل والطماطم ما يكونوش ناعمين قوي، دي هتفرق قوي في الصوص بتاعها. وبعد ما نزلنا الطماطم والبصل هنجيب بقى التوابل بتاعتنا، عبارة عن فلفل اسود زي ما قلنا في اول الفيديو، وملح، ومعانا كمان التوابل بتاعة الفراخ. على فكرة توابل الفراخ بتفرق قوي في الطعم، مهمة جدا هنحطها. وهنجيب معانا التوم معلقة صغيرة خالص، يعني مكملتش معلقة كمان. وهنجيب سمنة وكمان عليها الزيت. الخطوة بتاعة الزيت، المعلقة بتاعة الزيت اللي انا حطوها دلوقتي صغيرة، لان انا حطيت حبة صغيرين في الكبة مع الطماطم والبصل واحنا بنضربهم. ودلوقتي هنعجن كل الخليط دوت، لازم نتأكد ان هو دخل جوه الفراخ علشان يبقى التتبيلة واصلة للفراخ وبتخلي طعمها حلو. نفضل ندعك كل ده كويس جدا ما بين الجلد بتاع الفراخ، وكمان نفتح الفراخ بالسكينة علشان التتبيلة دي كلها تدخل جواها. وبعد ما نتأكد ان التتبيلة دخلت جوه الفراخ كويس قوي، هناخدها على الفرن على درجة حرارة عالية على آخر رف، ونغطيها، دي أهم حاجة. بعدها بربع ساعة هنشيل الغطا ونحطها في الرف الوسطاني. وبعدها لما نحس ان احنا الفراخ استوت هنشغل الشواية عليها وتاخد لون. ودلوقتي هروح احط الفراخ وارجع اوريكم بقت عاملة ازاي. واو، بجد طلعت تحفة جدا، ريحة وطعم مش قادرة اقول لكم. عايزين بقى تعملوها مع رز بشعرية، تاكلوها بالعيش، كله ينفع، بجد بجد خطيرة، لازم تجربوها. وزي ما انا قلت لكم حطيتها في الرف الاخير وعليت درجة حرارة قوي. بعد كده خدتها في الفرن في الرف الوسطاني، وبعد ما حسيت ان هي استوت شغلت عليها الشواية وادت لنا اللون الجميل قوي بجد ده. في بقى تركاية هتوديها في حتة تانية خالص. هنجيب الفحماية ونحطها عليها ونغطيها، هتحسوا ان الفراخ مش معمولة في الفرن بس، لا، ريحة الشوي فيها بتبقى خطيرة بجد ولذيذة جدا. جربوها وهتنبسطوا قوي وهتدعولي. بصوا بجد بجد الريحة كانت رهيبة جدا جدا، قلبت البيت كله. يلا بقى جربوها وقولولي عجبتكم ولا لا، واشوفكم في أكلة جديدة. باي باي.